هل تساءلت يوماً كيف كانت حضارات قديمة بدون تلسكوبات أو أقمار صناعية أو حواسيب قادرة على تتبع النجوم أو حساب الكسوف أو معرفة حركة الكواكب بدقة مذهلة؟ حضارات عاشت قبل آلاف السنين، لكنها تركت وراءها آثاراً تجعل العلماء إلى اليوم في حيرة. اليوم سنغوص معاً في أسرار علم الفلك عند الحضارات القديمة، وما الذي كانوا يعرفونه عن السماء قبل عصر العلم الحديث. الفراعنة والنجوم. في مصر القديمة لم تكن النجوم مجرد أضواء في السماء، كانت جزءاً من الدين والحياة والخلود. الأهرامات في الجيزة مصطفة بدقة مذهلة مع الاتجاهات الأربعة، وبعض الباحثين يرون أن ترتيب الأهرامات يشبه مواقع نجوم حزام الجبار أوريون. كما أن المصريين ربطوا نجم الشعر اليمانية بفيضان النيل، وهو حدث حيوي لبقائهم. صدفة أم علم فلك متقدم لزمنه؟ حضارة المايا وساعة الكون. في أمريكا الوسطى بنت حضارة المايا مدناً حجرية مذهلة، لكن الأغرب هو تقاويمهم الفلكية الدقيقة. كانوا قادرين على التنبؤ بالكسوف الشمسي والقمري وحساب دورات كوكب الزهرة بدقة كبيرة. معبد الكاستيدو في تشيتشن إيتزا في يومي الاعتدال تتشكل ظلال تشبه أفعى تزحف على درجات الهرم. تصميم معماري أم تقويم سماوي محفور في الحجر؟ ستونهنج مرصد حجري. في إنجلترا يقف ستونهنج منذ أكثر من 4000 سنة، أحجار ضخمة مرتبة بطريقة غريبة، لكن عند شروق الشمس في الانقلاب الصيفي تصطف الأشعة بدقة مذهلة بين الحجارة. هل كان مجرد موقع طقوسي أم مرصداً فلكياً بدائياً لمراقبة الشمس والقمر؟ حضارات بلاد الرافدين وقراءة السماء. السومريون والبابليون كانوا من أوائل من سجلوا حركة النجوم على ألواح طينية. قسموا السماء إلى أبراج ووثقوا الكسوف، ووضعوا أسس علم التنجيم القديم الذي تحول لاحقاً إلى فلك علمي. كانوا يعتقدون أن السماء ترسل رسائل للملوك، لكن خلف المعتقدات كانت هناك حسابات دقيقة وملاحظات منتظمة. هل عرفوا أكثر مما نعتقد؟ كيف استطاعوا كل هذا بدون تكنولوجيا حديثة؟ اعتماد على الرصد الطويل، أجيال متعاقبة تسجل البيانات، ومبان مصممة كأدوات قياس عملاقة. ربما لم يكن لديهم أجهزة، لكنهم امتلكوا الصبر والعقول والدهشة تجاه السماء. الحضارات القديمة لم تترك لنا فقط معابد وأهرامات، بل تركت لنا أسئلة. كم مما نعرفه اليوم هو امتداد لملاحظاتهم الأولى؟ وكم من أسرار السماء لا تزال مدفونة في حجر أو نقش أو أسطورة؟ إذا أعجبك هذا النوع من الفيديوهات عن أسرار التاريخ والعلم، اضغط إعجاب واشترك في القناة، واكتب لنا في التعليقات أي حضارة أدهشتك أكثر.